السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى نعمل بقى الاكلات الصيفية، بحاول على قدر الامكان نبعد عن الاكل المقلي لانه بيبقى تقيل على المعدة وبيعمل حموه في الصيف وبيبقى تقيل كده، وبصراحة بيتعب اي حد. هنعمل دلوقتي صينية سمك بولتي ان شاء الله تعجبكم جدا، حلوة قوي بالخضار. بجد لو جربتوها مش هتبطلوا عمايلها، وهتبقى خفيفة في الصيف جدا جدا، وسهلة ولذيذة وأكلة يعني متكاملة بصراحة. تاني حاجة، من أقل كمية سمك بتكفي أفراد الأسرة. هي موفرة وحلوة، وبجد مش هتخيلوا طعمها. مش يعني أنا من محبي السمك المقلي، وبقيت بقى بقدر الإمكان ببعد دلوقتي عن الحاجات المقلية لأنها بتبقى تقيلة على المعدة ومتبقاش صحية. على قد ما بنقدر بنعمل أكل صحي وفي نفس الوقت سهل وخفيف في الصيف. هنعمل النهاردة صينية سمك بلطي بالخضار، تحفة، مع شوية رز صيادية برضو تحفة جدا. شايفين ما شاء الله البطاطس معايا سايحة خالص ومستوية، ونفس الطريقة السمك شايفين ما شاء الله تحفة. أنا عاملاه بطريقة مختلفة، مقطعاه جزل، وفي نفس الوقت يعني ايه قطع كده متماسكة وحلوة، مش حاطة السمكة بحالها. لو انت حابة تحطي السمكة بحالها مفيش مشكلة، ولكن دي بتبقى اسهل شوية في الاكل وفي السوى، بتستوي بسرعة وبتبقى خفيفة كده. ممكن تاخدي قطعة اتنين كده بالقطعة، مش بتبقى مرتبطة. حتى كمان لما بتاخدها في الطبق بتبقى شكلها اسهل والذ. الطعم مش قادرة اقول لكم بصراحة تحفة، والريحة قلبة الدنيا. عاملين التتبيلة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا، فيها مكونات حلوة مخلية ريحة السمك وريحة التتبيلة من وانت بتعمليها ريحتها ما شاء الله تحفة. معانا تكات وحركات كده في صينية السمك دي جديدة، وان شاء الله هتعجبكم ونجربها مع بعض كده. نشوف مع بعض كده الطريقة بتاعتنا ان شاء الله هتعجبكم. احنا على قد ما بنقدر بنعمل اكل موفر وفي نفس الوقت صحي وسهل وبسيط، بحيث ان احنا ما نقفش في المطبخ كتير وفي الحر وفي الكلام دوت، وبيبقى وقت واحد. السمك المقلي بياخد وقت بقى وحوارات، او المشوي بيدخل لنا الدنيا، بس هو برضو صحي للامانه يعني، بس اكتر الوقت بنخرجه على بره. هنخش بقى على طريقه السمك ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا جبت معايا السمك كبير شويتين، يعني مثلا الواحده داخله على نص كيلو. غسلته كويس قوي، اهم حاجه تغسليه كويس قوي وتنضفيه من القلب علشان ريحه الزفاره وما يبقاش معانا زفر، يبقى نضيف كده وابيض زي الفل. غسلته غسله كويسه، وما بنيجي ننقعه انا ما بنقعوش غير في ميه وملح وليمون، ولا بحط خل ولا بحط اي اضافات خالص، والسمك بيطلع زي الفل. بعد ما غسلته ونقعته زي ما احنا شايفين كده، هجيب السمكه بتاعتي واقطعها، احطها على البنشه بتاعتي كده، وهجيب السمكية احاول اقطعها تقطيعة حلوة كده، وتكوني على حسب بقى ايه ما انت عايزة تعمليها، على 2 ماشي، على 3 ماشي. انا عشان السمكة بتاعتي كانت ما شاء الله كبيرة ومفرودة شوية قطعتها على 3. وبرضو الراس بنرميهاش، برضو بنقطعها كده وبنحطها معانا. هنبدأ نقطعهم زي ما احنا شايفين كده، بس اهم حاجة تكون السكينة يعني حامية شوية عشان ما تغلبكيش وتقطع معاكي بكل سهولة. هو بصراحة اتقطع معايا بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. قطعته الجزل، صينية سمك الله أكبر عليها، بجد هتشوفوها وهتحكموا بنفسكم. شكل الخضار كان يتاكل ني معاها. زي ما قطعناها كده هنقطع كل الكمية مع بعضينا بنفس الطريقة، ونخش بقى على التتبيلة بقى التحفة بتاعتنا. أنا عندي توم مفروم، فهاخد منه معلقة كبيرة واحطها في الكبة بتاعتي. لو انتي ما عندكيش توم مفروم هتعملي حوالي نص راس توم كده، عشان أنا مش بحب برضه التوم يبقى كتير، علشان ما يعملش على الناس اللي عندها القولون ما يعملهاش مشاكل. فاحنا هنحط معلقة كبيرة من التوم المهروس او نص راس توم. هنيجي بقى الخضار بتاعنا، انا معايا فلفل احمر واخضر واصفر وبصلايه مقطعاها وطماطمايه مع التوم. هننزل بقى بكل المكونات الحلوة ديت وهنحطها في الكبة بتاعتنا عشان نفرمها فرمة كويسة، ونبدأ نتبل بيها. نحط كل المكونات كده زي ما احنا اتفقنا، فلفل احمر وفلفل اصفر. الحاجات دي يا جماعة خضار اولا مغذي، وفي نفس الوقت الفلفل الالوان بيدي تسكيرة حلوة قوي للحاجة، مع البصلايه الحمرا دي
برضو بتدي طعم حلو قوي للتتبيله وبيخليها مسكره وزي السكر. يمكن احنا ما كناش بنحط في التتبيله لا الطماطمايه ولا البصلايه ولا الفلفل الالوان، لا هنحطهم النهارده وهيعجبكم جدا. نيجي بقى للتوابل بتاعتنا. هنحط معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات السمك، معلقه شطه وكزبره الناشفه. كل المكونات بتاعتي ديت اللي احنا قلنا عليها دي بتدي طعم حلو قوي قوي لتتبيله السمك. هبدأ الف كل التوابل معايا دي كده مع بعضيها علشان انا هجزئها لجزئين. فهبدأها كلها بدل ما احط من كل شويه نوع، لا انا هلفهم كده مع بعض وهنزل بنص التمليحه دي بتاعتنا او التوابل على المكونات بتاعتي في الكبه، وهشيل النص التاني هستخدمه تاني دلوقتي هنشوفه مع بعض. وبعد ما خلصت هنجيب ربع كوباية خل، ما نكترش برضو قوي، هي ربع كوباية. وهنجيب برضو نفس المقدار اللي حطيناه في الخل كده، هنجيب ربع كوباية مية او ليمونتين لو نحط الليمون الاول. نجيب ليمونتين كده برضو ونعصرهم معانا في التتبيلة. الله اكبر على التتبيلة بتاعت النهاردة، هتشوفوها هتعجبكم جدا. ومن ريحتها اول ما تضرب في الكبة وتطلعيها هتلاقي ريحتها تحفة. بقى انا عصرت ليمونتين كده على الكب على الخضار بتاعي. وهجيب ربع كوباية مية وازودها معانا. تمام كده، يبقى انا حطيت ربع كوبايه خل، ربع كوبايه ميه وليمونتين. وهاجي بقى في الكبه بتاعتي وابدا اضرب كل الكلام الحلو ده مع بعضين لحد ما ينعم معايا ويبقى زي الفل. ضربتين تلاتة كده ما نبخلش عليهم عشان ينعم معانا. وهتلاقي ريحه التتبيله في المرحله دي تحفه بجد والله، تجربيها ومش هتخسري حاجه. نضربها ضربه كويسه كده في الكبه. ونبدا بقى نجيب السمك بتاعنا، هنمشي واحده واحده كده لحد ما ناخد الخطوات معانا. خلاص انا كده خلصت ضربها في الكب وبقت تمام معايا. هبدأ بقى اجيب السمك بتاعي واتبله معايا في التتبيلة بتاعتي. التتبيلة دي انا هقسمها على نصين، نص للمرحلة دي هاخده اتبل السمك. انا سبت سمكية كده وشرحتها، لو اللي حابب يعمل السمك بالطريقة دي ويسيبه كبير ماشي، واللي مش حابب ويقطعه قطع كده، بس انا بفضل الجزل احسن. في نقوم جايبين التتبيلة بتاعتنا، ناخد نصها ونركن النص بتاعها، وامسك السمكية كده من فوق ومن تحت ومن الفتحات، ادعكها في قلب التتبيلة كده ضحكة جميلة. ليه؟ عشان اللحم يبقى بتاعها مسكر، لان التتبيلة دي بجد سكر. حتى لو تقطيها كده بصباعك وانت بتعمليها بجد ريحتها حلوة أوي وتحفة أوي. بعد ما تبلت السمك هركنه واجيب بقى الخضار بتاعي. اجيب صينيه بتاعتي ومقطعه البطاطس، لا هي تخينه ولا هي رقيقه قوي، يعني اتخن مش نفسي بشويه. انا قطعت شرايح بطاطس كده خفيفه علشان ما السمك ما بياخدش سوا، هي برضو ما تاخد سواها مع السمك. تمام كده، انا جبت تجيب الصينيه بتاعتك اللي هتاخد وتنزلي بيه البطاطس. ونيجي بقى نشوف الخضار بتاعنا. برضو هنحط فلفل الوان احمر اخضر اصفر، بصلايه متقطعه جوليان، وليمون شرايح، وطماطمتين كده متقطعين برضو جوليان. هبدأ بقى انزل بالخضار بتاعي كده. هاخد الفلفل الاصفر، هسيب بس عينات معايا عشان هبقى احتاجها تاني على وش الصينيه، فهسيب معايا شويه كده. هنزل بقى بالفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل الأصفر، وهننزل بشوية القوطة اللي احنا مقطعينهم جوليان دولت، وهننزل بالبصل بتاعنا والليمون اللي هو الشرايح. بصراحة تتبيلة تحفة أوي. شوية خضار أصلا ما شاء الله كلهم مغذيين، يعني شوفي بقى لما تاكلي الوجبة دي متكاملة، سمك مع بطاطس مع فلفل ألوان مع بصل مع طماطم والليمون. انا مش قادره اوصفلك بقيه البهارات اللي احنا كنا سايبينهم اللي خدنا نصهم للتتبيله. هبدا انزل بيهم بقى على الخضار بتاعي كده نتبله برضه. ونص الخلطه اللي احنا قلنا عليها في الاول ان احنا هنقسم الخلطه، نصها على السمك ويبقى نصها على الخضار عشان ياخد التتبيله بتاعتنا المسكره دي. وهنزل بمعلقتين زيت صغيرين. اظن كده مفيش اي مواد دهنيه. شايفين ما شاء الله شكل الصينيه تحفه، الواناتها حلوه، ريحتها حلوه قوي، شكلها تحفه. هبدا بقى اجيب السمك بتاعي وابدا ارصه كده في الصينيه على الوش زي ما احنا شايفين. هناخد الجزل كده نرصها. انا الصينيه بتاعتي ما شاء الله السمك كان كتير، فمعرفتش احط اللي هي اللي انا سايباها لوحدها دي، هعملها حاجه تانية. رصيت معايا السمك كده بالطريقة دي، وبدأت أجيب الخلطة اللي هي كانت تحت السمك وأبدأ أرشها كده من على وشه زي ما احنا شايفين كده. حاجة سهلة وبسيطة وممتعة على فكرة، تستمتعي وانتي بتعمليها.
ونقوم جايين بقى شوية الخضار اللي انا كنت راكناهم دولت وانزل بهم بقى على الوش كده، لان العين بتاكل قبل البق، بتديكي شكل الصينية تحفة. هاخد بقية الخضار بتاعي كده زي ما احنا شايفين ونبدأ نرصهم. بالله عليكم انا عايزة اقول لكم شكل الصينية دي ما تتاكلش ني، بجد طعمها وشكلها تحفة يفتح النفس. هنبدأ بقى كده ان زي ما انا خلصتها كده بقت معايا تمام، فاضل بس السوا. هاخدها على البوتاجاز احطها ربع ساعة على نار متوسطة، مع انك تغطيها، يعني انا كنت مغطياها ربع ساعة بس على البوتاجاز العادي من فوق. طبعا انا في الوقت دوت بعمل الرز الصيادية، مفهوش اي حاجة، بنقلل البصلية بتاعتنا وبنحمرها كويس، وبعد كده بقى انزل بمعلقة عسل اسود عليه، وانزل بالمية والتوابل، وانزل بقى بالرز. انا حطيتها خلصت سوا، وقمت جايه مدخلاها الفرن على الشوايه 10 دقايق. شايفين طالعه شكلها عامل ازاي؟ ما خدتش معايا غير ربع ساعه على البوتاجاز و5 دقايق تحت الشوايه، وطلع معايا بالشكل ده مستويه وتحفه بجد. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. كده انا خلصت الرز بتاع الصياديه. كده انا عملت طبق رز معاها برضو من هو بتاع الصياديه زي ما احنا قلنا على طريقته. طبعا انتوا كلكم شطار بتعرفوا تعملوه. هجيب بقى السمكية بتاعتي زي ما احنا مقطعنا، شايفين لما بتبقى متقطعة الجزل وصغيرة بتبقى سهل في الغرف ازاي، وتقدري تتحكمي فيها احسن ما تحطيها بحالها، وتعرفي تخرجي كده لو عدد افراد الاسرة يطلعوا. شوية الرز بنغرف فيها بقى في الصينية كده شوية الرز، ونجيب شوية البطاطس مع شوية الخضار بتاعنا التحفة ده. شايفين من تحت من فوق ناشفة ومقرمشة، ومن تحت الخلطة بتاعتها مخليها جوسي وطرية وحلوة قوي. بطلع بقى شوية البطاطس كده، وعليهم شوية الخضار وشوية مية اللي نازلين منها الصوص اللي نازل كده من السمك والبطاطس، بجد مخليها تحفة قوي. وقطعة السمك انت عايز تاخدي قطعة عايز تاخدي 2 على حسب اللي يناسبك. بقى طبق معايا متكامل جميل جدا، ومش محتاجة اعمل سلطة لان كله خضار. بصراحة انا بحب السلطة البلدي مع السمك، ولكن ما عملتش سلطة لانها بصراحة ما كانتش محتاجة سلطة ولا اي حاجة، هي محتاجة شوية الرز والخضار والسمك. السمك ما شاء الله مستوي جدا معايا وتحفة، والخضار معايا مستوي، يعني ما تاخدي شايفة شايفين ما شاء الله قطعة السمك مع شوية البطاطس مع معلقة الرز، حاجة بجد تملى الدماغ كده، وتبقى مخليكي فعلا حاسة ان انت بتاكلي اكل صحي، اكل محترم مفهوش اي زيوت، وفي نفس الوقت متكافة فيه بيه وانت بتاكلي. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة، ونقوم ننفذها وبجد هيعجبكم جدا. وتغيير عن المقلي كده ويبقاش تقيل علينا في المعدة، على قد ما بنقدر في الصيف بنبعد عن المقليات والحاجات التقيلة اللي بتبقى على المعدة. تاكليها بقى كده وبألف هنا وشفا، وتقومي تعمليها وهتدعيلي لما تعمليها وتجربيها ويعجبك. عايزين دعوة حلوة كده من القلب، وعايزين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم بإذن الله، ونشوف مع بعض فكرة جديدة بفيديو جديد. وإن شاء الله تبقى وصفاتنا كلها صحية وحلوة وعلى قد الإيد. وأشوفكم في فيديو جديد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.